احلى فطار اهو معمول للعمال. كبده، طعميه، باميه، مخلل، سلطه، بطاطس مقليه، فول مدمس. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، وطبعا راح اجيب العيش اهو. احلى لايك واحلى شير، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واهله وصحبه اجمعين. انا طبعا راح اعمل الكبده دي كبده فراخ، وطبعا مكوناتها توم وليمون وفلفل، والبهارات طبعا الى طرنشات، عشان تبقى حلوه جامده وحلوه، لان انا ما بعملهاش كده، لازم اقطعها لهم طرنشات. هرجع لكم تاني بقى. بصوا بقى يا حبايبي، انا هعمل معاكم بقى الكبده اهو. طبعا هحط شويه زيت الاول، معلقتين سمنه بلدي. السمنه عندي سايحه. وهنحط التوم اهو، مع الفلفل. دي فلفل شطه حراقه. بصوا بقى يا حبايبي، لو عندك حته دهنايه، جايبه كيلو لحمه او نص كيلو لحمه، وعندك حته دهنايه فايضه عندك في الفريزر، تقوم حطاها كده اهو مع التومه ومع القرن الفلفل بتاع الكبده. ليه بقى؟ عشان تديلك طعمه الكبده المواشي بالظبط. لما تقطعها شرايح بتجمد وبتبقى جميله. جربي كده الطريقه دي كده، جربي الطريقه دي كده وهتعجبك جدا. طبعا التومه بدات تحمر اهي، تصفر اهي. هنجيب الكبده ونحطها معاها. طبعا الكبده اهي بعد ما قطعتها شرايح. طبعا انا بس هفردها كده اهو، ومش هقلبها دلوقتي. اسيبها بس تاخد الصدمه، لان لو قلبتها دلوقتي هتتهرى. هنبدا نحط بقى البهارات بتاعتنا. طبعا شويه كزبره هم ناشفين. اهم حاجه الكمون، معلقه كمون اهي. شويه فلفل اسمر صغيرين. طبعا هتحط لها ريحه قرفه صغيره على قرنفل، ريحه صغيره. طبعا انا يا جماعه حطيت لها ريحه قرفه. هنعصر عليها ليمون. هعصر عليها 3 ليمونات وهرجع لكم تاني. طبعا ده عصير ال3 ليمونات اهم. نهدي بقى عليها بس بقى مع بعضها بقى. بسم الله ما شاء الله. شفت بقى هي عامله ازاي؟ شوف القطعه بتاعتها جامده، ما تفرقهاش بينها وبين كبده المواشي. انما لو سبتها لوحدها بتيجي تفتحي الكبدايه بحالها كده، تلتقى مفروله ومش حلو. عايزه بقى تعملي جنبها توميه وتعملي سندوتشات قيصر تحفه. عندك طحينه اعملي وبعملها بسندوتشات قيصر ماشي. عندك سندوتشات، عندك العيش اللي هو بتاع الشاورما، اعملي لولادك منه وحطي عليها توميه واعملها لهم سندوتشات على حبات بطاطس تحفتين. يعني كل حاجه متاحه عليكي. بسم الله ما شاء الله. اسيبها بقى بعضها كده اما تخلص ان شاء الله. دي عمال بكره، يعني بكره جايين لي الصبح بدري الساعه 7 عشان اجهز، اكون مجهزه لهم فطار. انا طبعا عامله لهم باميه وعملت الكبده اهو. وهعمل خلطه الفول طبق الفول. اعمل طبق الفول، تسبيكه طبق الفول. طبعا هنحط اهو قرنين فلفل اهو. فلفل طويله، بس هي مش حراقه. هي مش حراقه. هنحط بقى معلقه توم. التوم يا جماعه، الفول المدمس بعمله بتوم، ما بعملوش ببصل. شويه سمنه بلدي كده اهو، معلقه سمنه بلدي تبقى ريحه ولا اروع. طبعا التومه هي حبيبي احمرت اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. بسم الله ما شاء الله. بصي التومه احمرت اهي، والقرن الفلفل لسه ما اصفر. طبعا انا هحط الطماطم عشان التومه ما تتحرقش. دي طماطم مضروبه نص ضربه في الخلاط. ريحتها جنان، ريحتها حلوه قوي. هنحط بقى بهارات الفول. اهم حاجه طبعا الكمون في الفول اهو، معلقه كبيره كمون. وكزبره، معلقه كزبره ناشفه اهي.
هجيب لها الملح بقى ونحطه. طبعا انا هحط له بقى شويه ملح، وانا هزود الكبده كده اهوت شويه ملح برضه. وهسيبها بقى تتسبك. والكبده طبعا خلصت اهي، هطفي عليها. احلى فطار اهو معمول للعمال. كبده، طعميه، باميه، مخلل، سلطه، بطاطس مقليه، فول مدمس. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، وطبعا راح اجيب العيش اهو. احلى لايك واحلى شير، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه.